كيبدا الفيلم ديالنا في وسط واحد الغابة، وكيجري جو وهو خايف، وكان كيجري ورا واحد الشخص غامض. لسوء الحظ جو تعطر وطاح، هادشي اللي خلى الوحش يلقاه. تبين باللي هو مصاص دماء، واللي بدا كيشرب الدم ديال جو. في ديك اللحظة كتخرج الشمس وكيموت مصاص الدماء وكيتحول للرماد، ولكن جو كتحرق ليه يده، وهادشي كيعني باللي هو مصاص دماء. دابا واحد شوية بدا كيتمشى وكيبقى يتخبى في الظل ديال الشجر، وفي الاخر كيلقى طرف ديال الغطا كياخدو وكيتغطى به، وكيجري لواحد الكوخ كان قريب باش يحمي راسو فيه. من بعد غادي يبدا يتقيا ويتحول كامل. وفي هذا الوقت ستان كيفيق في دارو الزوينه وكياكل الفطور مع والديه، ولكن فجأة طاح الزاج وبانت الام مريضه بزاف والبيت كله مرون. ومن بعد حاط الاب السلاح عليه وقتل راسو قدام الابن ديالو. في ديك اللحظه كيفيق ستان وكيعرف باللي البيت ديالو الحقيقي في حال خايبه، ووالديه ميتين، وعايش مع جدو أليس وهو واحد العسكري سابق كيغوت عليه ديما، وكيبغي ستان يبقى يعيط ليه غير بسيدي في كل وقت. وإلا حاول ستان يتجاهلو كيدفعو على الحيط باش يهدو، وكيشكي من شباب اليوم. وفي وقت كان ستان غادي للمدرسة كيتضح لينا أن داك الكوخ تابع للدار ديال أليس، وكنشوفو ستان وهو على الدراجة الهوائية ديالو. ووقت ما كيمشي كتجي واحد العصابة كتضايقو في المدرسة، كانوا غاديين بواحد السرعة مجنونة غير باش يطيحو، ولكن ستار قدر يتفاداهم، واللي خلاه يشتت الانتباه ديالو ودخل في السيارة ديال البوليس. العامدة ظلمي متفاهمة، ولكن نائب معصب بزاف وكيذكر باللي ستان غادي يبلغ 18 عام، وهذا الشيء كيعني باللي ما كاينش حوادث او فرص ثانية، وغادي يقدر اخيرا يحتاج ستان في السجن وللابد. في المدرسة سمع ضمير صديق ستان القريب ليه من العصابة كيتكلموا عليه بشي حاجة خايبة وهو يهينهم، وهذا الشيء كيخلي ماربل وبيت واوزي يتعصبوا كيدافعوا في الممر. روسكي وستان كيجيو بالزربه، وكان ستان غادي يبدا يتضارب، ولكن كيقاطعهم المعلم وكيصيفطهم الفصول الدراسيه ديالهم. من بعد قال دومر باللي ما بقى صابر لهذا الشيء، وغادي يجي يوم يقتل فيه العصابه. وكيشكي حتى من روسكي اللي كان جزء من الاصدقاء ديالو، ولكن دابا كتفضل تسكا غير مع الشباب المشهورين. ومع هذا الشيء كله باقي ستان ما يقدرش يتخلى عن اعجابه بها. في وقت اخر في الدار ديال ستان كان مخبي في الطابق العلوي، وكيشوف الصور والديه وكيسمع الموسيقى ديال الايمو وكيلعب بالسكين. من بعد ما جرح يدو باش ينسى رمى السكين على الهدف بواحد الشكل مثالي. واحد شويه قال ليه أليس يمشي قطع العشب، ووقت ما كيخرج كلبو كيبدا ينباع للكوخ. لكن ستان ما فاهمش بلي هادشي تحضير من الكلب، وكيدخل الكوخ على اي حال. ومني كان كيقلب على القطاعه ديال العشب لقى شي سنان على الطابله. في ديك اللحظه خرج جو من المخبأ وحاول يهاجمو. هاد الشي خلى ستان يفتح النافذه بالغرض ويبان الضوء ديال الشمس واللي كيحرق جو وكيتراجع. ستان هرب من الكوخ خايف باش يجيب الكلب، حيت كيظن باللي شاف شي مدمن مخدرات. بدا كيغوت على جو باش يخرج عنده، ومني ما خرجش صيفط الكلب ليه. ومورا ما يدخل الكلب كيصيح مسكين، وكتسمع واحد الاصوات ديال العنف قبل ما يرمي الراس ديال الكلب برا. كيخاف ستان وهرب باش يجيب السكين، وجا أليس وهو كيخاصم عليه. وستان كيقول لي على الكلب وعلى داك الشخص اللي في الكوخ. أليس كيعيط الكلب باش يتاكد وخرج يواجه الرجل الشرير، وما كيتصورش لستان هو كيقول لي خاصهم يتصلوا بالبوليس. أليس كيتصدم ملي كيشوف الكلب ديالو ميت، وعطى العصا لستان قبل ما يدخل الكوخ مع عصا ديال الخشب وجاهز باش يقتله. من بعد شويه ديال الدقائق ديال الصمت كيعلن أليس باللي البلاصه خاليه وما فيهاش الجثه ديال الكلب. ومن بعد كيبدا يغوت، وكنقدروا نسمعوا مره اخرى اصوات عنيفه. ومن بعد ما سال الصوت أليس كيترمى من الباب في حاله خايبه، وستان كيحاول يعاونو، ولكن جو كيجر أليس للداخل ديال الكوخ وكيسد الباب باش يكمل في القتل ديالو. في الاخير ستان كيسد الباب بالسلسله ديال الكلب قبل ما يتسرب الدم ديال جدو من تحت الخشب. من بعد كيجري راجع للدار وكيشرب المشروب ديال أليس، واللي في العاده ما كانش مسموح ليه يشرب الشراب ديالو. وكيفكر يتصل بالبوليس، ولكن هو تحت المراقبه. كيقول مع راسو الا اتصل بهم غادي يلوموه على هاد الشيء اللي واقع، وبدل من هاد الشيء كيحط التليفون وكيبدا يقفل الكوخ بشكل صحيح حتى ما يقدرش جو يخرج ويضر الناس الاخرين. في الليل شي واحد حاول يفتح الباب لغرفه النوم ديال ستان، واعتقد بلي هذا راه أليس. وستان خرج من الغرفه ولكن ما لقى حتى حاجه، الضوء ما خدامش. وكيسمع أليس كيهمس ليه باسمه. كيمشي باش يتحقق من جدو في الغرفه، وكيتفاجأ بأليس كيغوت باسم ديالو من وراه، ولكن ما كاين حتى واحد. كتجي الهمسات هاد المره من الطابق السفلي، وتبعها ستان حتى لقى الكوخ فيه الضوء. الصوت ولا عميق بزاف. كيستعد باش يفتح الكوخ
وكيغوت الصوت باللي ستان حابب يقتله قبل ما يفيق الدري في الغرفة ديالو. في اليوم التالي في المدرسة حاولت روسكي تتكلم مع ستان، ولكن ماربل قاطعها وطلب منها تعاونو في الواجبات ديالو ديال المدرسة. روسكي عارفة باللي ستان حكم عليها بالعلاقة مع ماربل على حساب السلوك ديالو، كتعترف باللي كدير هادشي باش ما تعرضش للمضايقات. واخا هادشي ستان كيظن باللي هاد القرارات ما كتساليش في المدرسة الثانوية وغادي يتبعها في الحياة ديالها كاملة. واحد شوية حاول يعترف بالشي اللي وقع لأليس، ولكن دومر قاطعهم، وهاد الشي كيزعج ستان ومشى بوحدو. وخلال ما كان دومر كيغادر المدرسة بدات العصابة كتنمر عليه مرة أخرى، ورد عليهم دومر بالأصابع ديالو. بحالة من الغضب كيبدا الثلاثي طاردوه في الغابة، وفي البيت شاف ستان باب الكوخ كيتحرك وهز معاه واحد المضرب قبل ما يقرب. فجأة هرس جو الباب وشد ستان من عنقه. هاد الشي خلاه يشوف وجهو اللي كيخلع بزاف، وبالخف كتبان الشمس وكتحرق يدين جو، وبالتالي كان ساهل على ستان يحرر نفسه وجو كيتخبى. في ديك اللحظة دومر كيجي وهو كينزف وكيغوت على ستان حيت خليه بوحدو. قاطعو ستان باش يشرح ليه بلي أليس وكلبو راهم ماتوا وكاين واحد الوحش في الكوخ. ما كيصدقوش دومر ووافق ستان باش يبينوا ليه، ولكن أول حاجة كيهز شوية ديال الحاجات باش يغلق الباب. وفجأة بدا دومر كيسمع سميتو، ومني كيقرب جو كان حدا الباب وستان كيجري بسرعة باش يغطي الفتحة وكيساعدو دومر في التثبيت ديالها. واحد شوية كيتحمس دومر حيت كيسحاب ليه باللي يمكن ليه يستخدم الوحش باش يقتل العصابة، لكن ستان كيظن باللي هادشي مبالغ فيه وكيمنعو من أي حاجة تكون جريمة. في الليل ستان كيمشي للفراش وهاز معاه السكين وكيتفرج في فيلم قديم ديال مصاص الدماء باش هكا يتعلم يعرف نقاط الضعف ديالهم، وكيعرف باللي الشمس كتحرقهم وكتحطم القلوب ديالهم. فجأة كتخرج شي بنت من لوحة على الحيط كتجلس عليه وكتحول لمصاصة الدماء كتخلع وهي تعضو. كيفيق ستان من الحلم، وبين ما كان كيقلب على صباطو طل تحت السرير ديالو وكيلقى مرة أخرى مصاصة الدماء، ولكن هادشي في حلم آخر. تعصب وقطع الملصق من الحيط، ومن بعد كيطلع فوق الكوخ وكيبدا يحفر الحفرات في السقف حتى يقدر ضوء الشمس يضرب جو ويأذيه، ولكن مازال كاين ضل بزاف باش يتخبى. من بعد كتجي الشرطية دورني باش تشوف ستان وكتسولو على أليس، وكيقول ستان باللي خرج. كتعجب الشرطية بزاف حيت الطوموبيل ديالو مازال حدا الباب، ولكن كيحلف ستان باللي ما عرفش فين كاين أليس، وكيلقي باللوم على الراجل الشارف حيت كيشرب الخمر. كتشرح دورني باللي العائلة اللي كتسكن في الطريق تقتلوا ليها كاع الارانب ديالهم، ومني مشى الزوج يقلب على شكون اللي قتلهم ما رجعش لعائلته. مني وراتو الصوره ديال الزوج عرفوا ستان بلي هو جو اللي شفناه في الاول ديال الفيلم واللي كاين دابا في الكوخ، ولكن قال بلي ما شافوش. كتبزز دورمي على انها توصل ستان للمدرسه، وبين ما هو كيستعد باش يمشي معاها كتشوف العصا ديال أليس مرميه في الارض. في المدرسه روسكي كتخاف على الجرح اللي في ستان، ولكن كيقاطعهم ماربل مره اخرى وكيقول كلام خايب على روسكي. هادشي اللي كيخلي ستان يدافع عليها وكيقول ليه ماربل باللي يمكن ليه يحصل على روسكي، ومره اخرى كيقول باللي هذه غير مسخه. فتعصب ستان وبدا كيضرب فيه بواحد الشراسه وكيرميه على الارض بقوه وبدا كيضربو بالبنيات حتى سخفو. كيجي المعلم وكيجور ستان وكيقول ليه انهم عقدوا اجتماع مع أليس، ولكن حيت ما جاوبهمش على التليفون صيفطوا الشرطيه دورني انها تجيبو. خايف على الحياه ديال الشرطيه خرج ستان كيجري باش يوقفها، وبلا ما يلاحظ ماربل كيحاول يتبعو. في الدار ديال أليس كتحاول دورني تدق على الباب، ولكن حتى واحد ما كيجاوب. في ديك اللحظه سمعت شي صداع جاي من الكوخ ومشات باش تعرف شنو كاين، وكتفاجئ باللي شي حاجه كتضرب الباب ديال الكوخ بالجهد. ومن بعد سمعت صوت أليس كيطلب المساعده. كتيري على القفل، ولكن قبل ما تقدر تفتحو كيجي ستان وكتوجه الفردي ليه وكيحاول يقول ليها باللي جو هو اللي في الكوخ وماشي أليس، ولكن ما صدقاتوش. ومن بعد فتحت الباب باش انها تعقد أليس، وجو نقز عليها وعد العنق ديالها ورفع يدها باش ما يتعرضش للطلقات ديال النار، وهو يمزق الدراع ديالها وجرها للكوخ باش يتخدى عليها. واللي زاد الطين بله هو انه فجأة كيظهر ماربل وبدا كيضرب في ستان. من بعد شويه من الضرب كيخرج القبضه ديالو النحاسيه باش هكا يكمل في الضرب، ولكن كيتجمد في بلاصتو من بعد ما سمع الصوت ديال القرطاس. كان دومر هو اللي تيرا على الفردي ديال دورني باش يستسلم ماربل، وستان حاول يهدئو ولكن دومر معصب وهدو باللي غادي يتيري فيه الى الدخل. من بعد كيبدا يهين في ماربل وكيجبرو باش انه يعترف باللي هو حقير قبل ما يطلب منه يدخل الكوخ. يتجاهل التحذيرات ديال ستان مره اخرى، وماربل كيتحرك بشكل طبيعي في الاول، ولكن بدا كيخاف مني شاف الدراع ديال دورني على الارض.
ماربل بدا كيطلب يسمح ليه وكيتحمل كاع اللوم على كلشي اللي طرا في المدرسه، واخا هادشي قال ليه دومر يدخل الكوخ كيف ما كان الحال. وبالزربه بداو كيسمعوا الغوات ديال ماربل وهو كيتضرب حتى الموت. كيتعصب سطان وبدا كيتقاتل مع دومر باش يحيد ليه الفردي، ولكن كتجي واحد الغوته من ماربل اللي كتشتت الانتباه ديال سطان وكيضربوا دومر بالفردي وكيطيحوا على الارض حتى كيغيب. من بعد شويه كتجي روسكي باش انها تفيق سطان. كيفيق سطان وما كيلقى حتى شي واحد حدا الباب ديال الكوخ والباب مفتوح. روسكي كتقول بلي ما شافت حتى شي واحد وهي تخلع مني شافت الدراع مليوحه في الارض. من بعد دخل سطان للكوخ باش يتحقق ولقى القبضه النحاسيه طايحه في الارض في الظلام، وراه شاف ماربل واقف ولكن الجثه كطيح في الارض. وكنكتشفوا بلي دومر ولا مصاص دماء حتى هو، وكيوضح ليه بلي جو مشى في هذا الوقت وبالحق غادي يرجع من بعد باش ينتقم منه ويقتله. كيبدا يهضر وهو كيقرب وما محتمش بالضوء ديال الشمس اللي كيحرق ليه الجسم ديالو. في ديك اللحظه كتشوفوا روسكي وكتغوت اللي كيخلي يشتت الانتباه ديال سطان ويهجم عليه دومر وكيضربوا سطان بالعصا وحاط يدو تحت الضوء ديال الشمس باش يتحرق ودفعو بعيد. من مورا هادشي كيسد الباب الكوخ وكيعنق روسكي. فجأة دومر خرج برا وكيحاول يعتذر والشمس كتحرقو حتى كيموت. كيجري سطان باش يغطيه ولكن فات الوقت. من بعد كيقول لروسكي كلشي وكيبداو يستعدوا الليل. دخلوا للدار وسدوا كاع البيبان والشراجم وشعلوا العافيه في المدفأة وصنعوا اوتاد بزاف ديال العصي وجمعوا بزاف ديال السكاكين. ستان كيلوم راسو على هادشي اللي وقع ولكن روسكي كتقول ليه ما كانش الغلط ديالو وكيتشاركوا واحد القبله. منين جا الليل بان جو كان مخبي تحت الطرف في الغابه ودابا خرج. في الدار بيت اوزي بداو كيدقوا على الباب كيطلبوا يعرفوا فين كاين صديق ديالهم ماربل. روسكي وستان كيحاولوا يقولوا لهم يمشوا بحالهم. اوزي بدا كيشك ملي شاف شي واحد في الظل وحاول يحضر بيت ولكن بيت بقى كيتجادل معهم. فجأة يد ظهرات وجبدات اوزي للسقف باش تقتلو ودمو كيطيح في الارض. بيت اخيرا كيعرف بلي كاين شي خطر ولي كوبل ما بقاش ليهم شي خيار وخلاوه يدخل. في ديك اللحظه جو حطهم الصندوق ديال الضوء. ستان قال بلي خاصهم يكونوا امنين حيت سدوا كاع البيبان ولكن اكتشف بلي ما سدوش ديال السطح. بداو كيسمعوا اصوات من الفوق فطلعوا باش يشوفوا وقرروا يتفرقوا باش هكا كل واحد يقلب في بيت مختلف. ستان ما لقى حتى شي واحد ولكن لقى سلاح ديال اليس. روسكي كانت خايفه وهي كتقلب تحت السرير ديال ستان ولكن حتى هي ما لقات حتى شي حاجه. في هذا الوقت بيد لقى الشرج محلول ومشى بالزربه باش هكا يسدو ولكن ما راحتش الزاج المكسور في الارض. ملي دور وجهه لقى اوزي اللي ولا مصاص دماء كيهضر وكيشوف فيه بواحد الطريقه اللي كتخلع. في هذه اللحظه روسكي تهاجمات وتجرات الفوق ديال السقف. ستان جرى باش يعاونها ولكن لقى الطريق مسدود باوزي وبيت اللي حتى هو ولا مصاص دماء. ستان اللي كان خايف دخل الغرفه وسد الباب بكرسي باش هكا يقلب على القرطاس وبين ما كان بيت كيضرب في الباب بالفاس باش هكا يهرسو. مني عمر الفردي ستان وجهه البيت ودخل الفردي في فمه وضربهم بجوج برصاصه وحده. في السقف كان جو غادي يضرب روسكي ولكن ستان دخل وقاطعه. بدا كيطلق عليه القرطاس واول قرطاسه ضربات يد جو ولكن ما قدرش يطلق مره اخرى حيت جو كان سريع بزاف وخد الفردي منه. ستان ضرب جو بالفاس في كتفه ولكن جو ركلو دفعو بعيد. جو حيد الفاس ونقز على ستان باش هكا يخنقو ولكن روسكي خدات السلاح وضرباتو بالقرطاسه. ستان طاح في الارض. القرطاسه جرحت غير الوجه ديال جو والسلاح دابا خاوي من القرطاس. جو ناوي يهجم على روسكي ولكن في ديك اللحظه ستان عيط عليه ورمى عليه السكين اللي كان عنده ولكن جو تفاداه والسكين ضرب الكتف ديال روسكي. بعدها جو حاول مره اخرى يخنق ستان ولكن هاد المره روسكي خدات الفاس وضربات جو في مره واحده وقطعت ليه الراس ديالو. دابا كلشي هنا سالا. الكوبل جبدوا الجثث كاملين وحطوهم في السده وشعلوا عليهم العافيه. في الصباح فاقوا داخل الطوموبيل اكتشفوا بلي ما سدوش الصندوق الخلفي وكانت شي حاجه كتحرك باش تحلو. الى عجبك ملخص هذا الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه لان هذا غادي يكون اكبر دعم لينا. وشكرا على المشاهده.